في الأول كنت بحاول إن أنا أبعده، لكن بعد كده ابتديت أرضى بالأمر الواقع وأسلم للموضوع. وبصراحة مش هقدر أنكر إن اليوم ده حسيت بانبساط غريب، إحساس غريب أول مرة كنت أحسه، وخصوصا بقى إنه كان متمكن جدا من كل حاجة بيعملها، عارف هو بيعمل إيه كويس جدا. وفضلنا كده تقريبا ساعة إلا ربع. أهلا بيكم يا أحلى متابعين في قناتكم. النهاردة هقدم لكم أحلى القصص، علشان كده يا حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بتحكي صاحبة القصة دي وبتقول: أنا سلمى، عندي 30 سنة ومتجوزة بقالي سنتين. أنا وحيدة أبويا، ومن ساعة ما أمي سابتني وأنا عندي 8 سنين وماتت. أبويا هو اللي رباني وكان أقرب واحد ليا في الدنيا. بصراحة مش عارفة أحكي لكم الموضوع إزاي ولا حتى أبتديه منين. من يوم ما ماما ماتت وأنا علاقتي كانت قوية جدا ببابا، لكن هو كان غريب جدا معايا. وبرغم إني كنت صغيرة إلا إني كنت فاهمة إن المعاملة دي غريبة. يعني كان بيقرب لي زيادة عن اللزوم وبيتكلم معايا في مواضيع كتير يمكن ما كانتش دي وقتها إنه يتكلم فيها. كان بيتكلم عن الست بيحصل لها إيه كل شهر وبيجي لها إزاي الموضوع ده، وحتى لما بيجي إيه اللي بيحصل بالظبط. لحد ما أنا ابتديت أكبر سنة ورا سنة، وكل ما كنت بكبر شوية كان بيفهمني حاجات ما كانش ينفع إن هو تحديداً اللي يفهمها لي. يعني الموضوع ده بيبقى محتاج ست، وأنا بصراحة اتعودت إنه هو اللي يقول لي كل حاجة. كبرت وعدت السنين والأيام وبقيت خلاص عروسة على وش جواز، ووقتها ابتدت تتقدم لي العرسان. لكن أي حد كان بيتقدم لي بابا كان بيرفضه حتى من غير أي مناسبة. ما كنتش عارفة إيه السبب، وكنت كل ما أتكلم معاه يقول لي: أنا بغير عليك، أنا مش عايز أي حد في الدنيا ياخدك مني. لحد ما أنا اتعرفت على أخو واحدة صاحبتي، بصراحة حبيته جدا من أول نظرة، أعجبت بيه وهو كمان حبني من أول نظرة. وطلبت منه إنه يجي يتقدم لي رسمي، وقلت طالما بحبه أكيد بابا هيوافق. وفعلا أخو صاحبتي قرر إنه يجيب مامته وباباه وأخته ويجي علشان يتقدم لي. لكن المفاجأة إن بابا رفضه، وأنا ما كنتش فاهمة ليه، مع إني قلت له إني موافقة عليه وإني عايزاه ومعجبة بيه جدا. يوميها بعد ما الناس مشيت من عندنا وهي مكسورة الخاطر، دخل لي أوضتي ومسكني من إيديا وقال لي: اسمعي بقى، انت بتاعتي أنا وبس، انت سامعة ولا لا؟ أنا مستحيل هوافق على أي عريس يتقدم لك. ما كنتش فاهمة هو بيعمل كده ليه. يا ترى ده حب زيادة؟ معقول؟ بس هو لو فعلا كان بيحبني وأنا بنته ونور عينيه كان هيوافق على الإنسان اللي أنا حبيته. أنا بنته الوحيدة، وبرغم إن في ناس كتير جدا من الجيران والقرايب اتدخلت، إلا إنه كان بيرفض الكلام في الموضوع ده نهائيا. لحد ما في يوم خرج وهو زعلان مني واتأخر بره جدا، لكن لما رجع كان مش داري بنفسه. قلت له: مالك يا بابا، انت شارب حاجة ولا ايه؟ قال لي: قومي تعالي معايا. قلت له: اجي معاك فين؟ قال لي: بقولك اسمعي كلامي، قومي تعالي انا عايزك. وخدني من ايديا ودخلني معاه على أوضته. ساعتها ابتدى يعمل حاجات غريبة أنا ما كنتش فاهمة، لكن أنا طول عمري اتعودت أقول له حاضر ونعم على أي حاجة بيطلبها. واليوم ده أنا فعلا ما كنتش عارفة أعمل له إيه عشان أبعده عني. كان بيعمل حاجات غريبة ما كانش المفروض إنها تحصل منه. في الأول كنت بحاول إن أنا أبعده، لكن بعد كده ابتديت أرضى بالأمر الواقع وأسلم للموضوع. وبصراحة مش هقدر أنكر إن اليوم ده حسيت بانبساط غريب، إحساس غريب أول مرة كنت أحسه، وخصوصا بقى إنه كان متمكن جدا من كل حاجة بيعملها، عارف هو بيعمل إيه كويس جدا. وفضلنا كده تقريبا ساعة إلا ربع، وبعد كده قمت أنا عشان أخد دش، وبعد كده دخلت أوضتي وفضلت أفكر طول الليل يا ترى هعمل إيه. أنا كده ما ينفعش أتجوز أي حد، لازم أفضل معاه هو وبس. وفعلا تاني يوم كلمت الإنسان اللي تقدم لي، أو بمعنى أصح الإنسان الوحيد اللي تقدم لي، اللي قلبي دقله. أنا أيوة في ناس كتير اتقدموا لي، لكن هو ده اللي قلبي دقله، وهو ده اللي أنا ما كنتش قادرة أبطل تفكير فيه. لكن طبعا بعد اللي حصل بيني وبين بابا ما كانش ينفع أبدا إني أتجوز. لكن مع الأسف في الفترة دي ابتديت أتعود على اللي بابا بيعمله، وبقى كل ده بيحصل كل يوم بصفة مستمرة، لدرجة إن اليوم اللي ما كانش بيحصل فيه حاجة كنت أنا اللي بطلب منه وأقول له إني عايزة الموضوع ده جدا. وبصراحة كده من ساعتها وأنا حاسة إن أنا دايما تعبانة، وما كنتش عارفة أنا حاسة بإيه
ولا تعبانة ليه. علشان كده قررت إني أروح للدكتور، وفعلا رحت للدكتور، وهناك الدكتور صدمني لما قال لي إني حامل في شهر. ما كنتش عارفة أعمل إيه، بجد كنت هتجنن. كنت فاهمة إن اللي حصل ده مستحيل يخلي الموضوع يوصل للحمل، لكن الموضوع بصراحة كبر وما كنتش عارفة أعمل إيه. كنت هتجنن وأنا بفكر يا ترى اللي أنا فيه ده هيوصل لإيه. جريت على البيت ورحت عشان أتكلم مع بابا، ووقتها قلت له كل حاجة، لكن لقيته بيقول لي أنت أكيد اتجننتي، مفيش حاجة من الكلام ده، واللي في بطنك ده لازم ينزل. لكن أنا خفت على نفسي، ما كنتش عارفة أعمل إيه. وهو قال لي اديني فرصة يومين 3 لحد ما أشوف دكتور. وأنا بصراحة خايفة جدا يحصل لي حاجة. يا ترى حد عنده حل لمشكلتي غير الموضوع اللي بابا بيقول لي عليه أو الحل اللي هو جايبولي؟ أنا هستنى كل تعليقاتكم، لو في منكم حد عنده حل يا ريت يقوله لي. كانت معكم أليشا ستوريز.